احنا كلنا تعاطفنا مع الراجل بتاع التوك توك، وانا من الناس اللي تعاطفت معاه وشيرت الفيديو وعملت كل حاجه زي الفل، يعني الحمد لله، لان انا فعلا حاسس بالمشكله، حاسس بغلو الاسعار، حاسس ان السكر سعره غلي، حاسس ان الدولار عالي، حاسس بكل المشاكل دي. بس احنا ما بصيناش للعسكري اللي قاعد على الحدود بيحميك، ما بصيناش عليه، ما شفناهوش قاعد بيفكر في ايه. ما بيفكرش في شاي وسكر، بيفكر في حاجتين: بيفكر في الشهاده، يا اما هيرجع لاهله سليم زياره وممكن يرجع يتشاهد. بيفكر في الكفن اللي انت قاعد هنا عشان موفرين لك الدنيا، بتفكر في سكر. اخوك قاعد بيفكر في كفنه، هيموت امتى؟ ده احنا يا اخي ايام كمان الشعبيه كنا بنبات في الشارع، كنا بيطلع نفضل نلطم، نقول عايزين امن، نطلع نعيط في التلفزيون عايزين امن، فين الامن فين الامن؟ يا اخي ده انت نمت اليوم اللي نمته لما جيشك نزل لحماك، طلعت نمت. على فكره الفتره دي الاسعار غليت، والسجاير غليت، والاكل غلي، كله غلي. محدش يتكلم في اكل وشرب لان احنا كنا حاسين في الموقف نفس اللي حصل دلوقتي. محدش يتكلم في اخوك اللي مات، بنتكلم في اكل وشرب لان احنا حاسين في الموقف بتاع الاكل والشرب. بس الارهاب في سينا، في ارهاب في سينا، اخواتك بيموتوا، اخواتك بيموتوا. الناس بتوع سينا الارهاب لو دخل البلد في اخواتهم مستنيينهم، في ناس متعصبين كانوا قاعدين في روعه وقاعدين هنا وهنا وهنا، وانت اكيد عندك صاحب متعصب ومتاكد ان دول لو دخلوا قسما بالله لا يروح معاهم، متاكد. بس احنا ما بنفكرش في ده دلوقتي، احنا بنفكر في المام، في المام. بما انك انت لو منزل لعبه على الموبايل، اول حاجه هتعملها الامن، هتعمل سور، هتعمل جيش، هتجيب مدرعات، هتبني وش ده اللي انت هتفكر فيه. عايزينها تبقى سوريا، عايزينها تبقى ليبيا، عايزينها تبقى الصين، عايزينها تبقى ايه بالظبط؟ اللي انتوا عايزينه اعملوه، اللي انتوا عايزينه اعملوه. هتنزلوا مظاهرات يوم 11 على فكره، الانتخابات جايه، انزل انتخابات، انتخب بكل شياكه، خلي جيشك بيحمي بلدك من على الحدود. بلاش البلد دي لو اتثابت 10 دقايق قسما بالله لا يدخلوها، وهتولع، هتبقى سوريا، هتبقى ليبيا، هتبقى العراق. عايزينها تخرب، خربوها. فكر في نفسك، فكر في غيرك، فكر في جيشك، فكر في حمايتك، فكر في ارضك.